شيكو بنزا في مساحه والزمالك بيلعب على التحولات، هتلاقي لعيب هيبهرك انت شخصيا، لكن الدنيا تقفل والمساحات تختفي، هتبدا تسال هو اللعيب ده جه الزمالك ازاي. ودي الحقيقه اللي لحد دلوقتي محدده شخصيه اللاعب ده. شيكو بنزا مش اللعيب اللي هيدي لك حلول في المساحات الضيقه، مش اللعيب اللي هيفك لك بلوك عن طريق مراوغه او لمسه ابداعيه، مش زي خوان بيزيرا. لكن اول ما الملعب يفتح، اول ما يلاقي بس متر زياده يقدر يتحرك فيه، هنا هيبان اخطر سلاح عنده. الستارت بتاعه مرعب. لقطه ماتش بيراميدز امبارح، شفت ازاي عمل ديلي واخر نفسه شويه لغايه ما مرعي اندفع وعمل ستارت، راح وعمل اسيست كمان. عملها قبل كده ضد بيراميدز نفسه في الدور الاول، وعملها قبل كده برضه ضد الاهلي في ماتش السوبر. عمل انطلاقه على ديانج وهاني، ولكن في النهايه كان في مشكله في القرار، وده اللي مخلي جمهور الزمالك محتار فيه. في ناس شايفه انك عندك خامه كويسه جدا، لاعب سريع ومرعب في المساحات وممكن يحسم لك ماتشات بلقطه، وفي ناس تانية شايفه ان هو لاعب محدود، لاعب الميزه الواحده. بالمناسبه انتوا الاثنين عندكم حق. شيكو بنزا عنده سلاح مفيد جدا لاي مدرب ذكي يعرف يستغله صح، لكن دايما هرجع اقول لك العقليه نفسها بتاعت اللاعب لازم تكون متطوره. السرعه لوحدها مش كفايه، انت محتاج تعرف امتى تجري وامتى تهدي وامتى تمرر وامتى تقفل اللقطه بشكل صح. والسؤال المهم هنا بقى، هل الزمالك يصبر على شيكو بنزا ولا دي اقصى نسخه ممكن تشوفها منه؟ فالسؤال ده ليك انت، قول لي رايك، هل الزمالك يصبر على شيكو بنزا ولا مصيره الرحيل في نهايه الموسم؟